ياه! لو الحياة تُقف، هو ممكن فعلًا الحياة تُقف؟ يعني ممكن يكون في option في حياتنا اسمه pause ندوس عليه الحياة تُقف وقت ما نحب؟ يعني ببساطة كده لمّا نحب نقول إحنا مش لاعبين، يالّا مش لاعبين؟ طب هي الفرضية دي بتيجي في دماغ أي حد ليه؟ أكيد بيبقى عنده إحساس من جواه إن الدنيا واقفة ضده ومزهقاه. طب هو ممكن الحياة فعلًا تُقف على أي حاجة أو على أي حد أو على أي شيء؟ الإجابة يا صديقي إن الحياة نفسها علمتنا إنها عمرها ما وقفت لا على أي حد ولا على أي شيء. وربنا نفسه كتب لنا كده، هتيجي أنت يا أبو عقل محدود وتوقفها. وأبو عقل محدود ما أقصدش بيها الإهانة، أبو عقل محدود أقصد بيها يا أبو حجم معارف ومدارك قدام حكمة الله مهما كان هتفضل محدودة. أصل بالعقل كده ده الأنبياء والرسل نفسهم اتوفوا، ما وقفتش الدنيا من بعديهم. ده سيدنا أبو بكر لما دخل بعد وفاة حضرة سيدنا النبي لقى المؤمنين شوية مذبذبين، قال لهم ما قلت من كان يعبد محمد فمحمد قد مات ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت. والمقولة دي بنفسها مش بس في العبادات، دي تفهمك مسيرة الحياة ماشية ازاي. فلازم اتعامل مع استمرارية الحياة. الأنبياء بتموت، الأساطير بتموت، الفلاسفة بتموت، حمل التاريخ بتموت، العلماء بتموت، كله مآله إلى الزوال. هل الشمس مرة طلعت قالت لا مؤاخذة يا بشر أنا مش هطلع علشان فلان مات أو فلان عيانة أو ترتان عمل الشيء الفلاني؟ أنا بستغرب الشباب الصغير اللي الاقيه مثلا مشير المقولة بتاعت هي ما بتقفش على حد يا جماعة، ويحط ساد موشن ويقول لك أهي وقفت يا جماعة. وأنا فاهم كويس إن ده ممكن يكون نتيجة فقد عزيز غالي عليه، أو نتيجة إنه كان مستني حدث معين يحصل وهو رابط سعادته وحياته عليه وما حصلش بمنتهى البساطة. فبيتصدم فبيتكسر فبيحس إنه خسر كل حاجة. وده بيجي من إيه؟ بيجي من إن هو بيحس إنه خلاص ضمن الشيء الفلاني وفجأة يكتشف إن هو ما ضمنوش. أيوه، ما هو خلاص ضاع من بين إيديه. فبعد ما كان أهل وأقلم نفسه على وجوده في الحياة هذا الشيء العزيز أو الشخص الغالي، فجأة بص لقاه راح. والصدمة بتبقى كبيرة، بس أحيانا بتبقى دي الصدمة اللي بتقوي، وأحيانا بتبقى دي رسائل من ربنا. بيبقى هو عايزك مثلا في هيئة تانية، مع شخص تاني، في مكان تاني، في أي شكل تاني مختلف عن اللي أنت فيه. ولذلك لما يجيلك إحساس إنك خسرت الحاجة اللي بسببها تقول أنا خلاص حياتي خلصت كده، أو إنك تتمنى الموت، أو إن يجيلك أي أفكار تانية سوداوية، ساعتها افتكر على طول إن دي ليها أسباب إلهية، لا ينفع تتكسر ولا ينفع تتعاند. صدقني ربنا ما بيتعاندش ولا يتعامل بندية، حاشاه. لأن بمنتهى البساطة ربنا هو اللي خلقك. ونرجع لموضوعنا تاني، ما تربطش كيانك ولا سعادتك ولا طموحك ولا حياتك بشيء واحد يكون هو جنتك ونارك. لأن بمنتهى البساطة الأشياء كلها طبيعتها للتغير والزوال، وزيها البشر كمان. يجي لي واحد بقى يقول لي إيه يا عم أحمد، هو أنت عايزنا نعيش في عزلة ولا إيه؟ عايزنا ما نتعلقش بحد ليه؟ أقول له لا طبعا ما أقصدش كده، لكني هستعير كلمة قالها قبل كده الفنان محمد رمضان: ما تربطش ثابت بمتحرك. ما يبقاش حياتك كلها متحركة وانت بإيدك تثبتها علشان شيء أو علشان حد وتخليه هو محور الحياة. ومش معنى كلامي اللي أنا قلته إن متجوز بقاله مدة طويلة يروح يسيبها عشان عارف انتوا بتتلككوا على الطلاق. اللي أقصده إن حضرتك أو حضرتك متجوز أو متجوزة والحياة عندكم سعيدة، ده شيء جميل. لكن ما تخليش الشخص اللي قدامك هو كل ارتباطات الحياة. اعمل جنبه بعض الارتباطات: ارتباط بالعيال، ارتباط بالعمل، ارتباط بالشغل، ارتباط بالرياضة اللي بمارسها، بالفريق اللي بشجعه. اوعى يكون هو كل الارتباطات في شخص واحد. وزي ما درسونا زمان في الجيولوجيا ان النظام البيئي المتشعب المتماسك اكثر قدرة على تفادي الفواجع والفقر. اما النظام البيئي الصغير فده سهل تفكيكه وبالتالي هذا الصنف ينقرض. يعني ما تربطيش حياتك كلها بخطيبك وهدايا وخروجات خطيبك. يعني ما تربطش حياتك كلها بالسعي ورا السفر طول سنين عمرك. ما تربطش نفسك بوجاهة ونظام اجتماعي معين ممكن يزول في أي وقت. هحكي لكم قصة طريفة لكنها مليانة بسوء الحظ. أعرف واحد شخصيا كان جاله هجرة عائلية لأمريكا هو وعيلته، وكان ده حلم السفر عنده من زمان، وبيسعى له ويجري وأوراق وسفارات وترجمة وحوارات. وفي النهاية لقى إن هو عنده مشكلة في الأوراق، فوافقوا على عيلته وقالوا له لازم تبتدي من أول وجديد. سافرت عيلته وحاول تاني وما قدرش يوصل لنجيب نفس الموافقة من تاني، رغم إنه كان حلمه هو وهو اللي جري عليه وحارب على كل حاجة. لكن حكم ربنا ما تتعاندش،
وجاله دور اكتئاب وابتدى يجيله إحباط وكان متضايق شويتين. لكن مدبر الأمر من الأول ما بينساش حد. اتغير الأحوال وحاله بقى عالي العال، وبقى مش محتاج إن هو يسافر. ما هو أصل الحياة ما بتقفش لا على شيء ولا على حد، وما بتنتهيش بزوال الأشياء أو فناء البشر. والدليل إن كان في حياة على الأرض قبل خلق سيدنا آدم عليه السلام. فجاي أنت دلوقتي يا أبو عقل محدود وعايز بمزاجك توقف الحياة. ربنا يصلح حالي وحالكم ونبقى من الناس اللي عارفين إزاي تعيش وتساير الحياة. خليكم دايما فاكرين، اوعى توقف حياتك قبل ما عضلة قلبك تبطل نبض. سلام عليكم. تتمسوا بالعافية.